هنعمل النهاردة بنص كيلو دقيق أحلى رغيف عيش تفطري بيه. هنجيب طبق نحط فيه معيار نص كيلو دقيق، يعني تقريبا يكون 4 كوبايات أو 3.5. حط معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة، رشة ملح صغيرة، نديهم تقليبة كده. ننزل عليهم بمية على لبن، أنا عاملة مية على لبن. انتي ممكن تعجني بلبن بس او مية بس، ممكن تعجني بلبن رايب اللي انتي عاوزاه. نعجن فيها لحد ما تتلم وتبقى ناعمة معانا، وشها يبقى ناعم كده وملساء، ما يبقاش مشقق ولا اي حاجة. رشة دقيق على الطبق وننزل بالعجينة ونسيبها تخمر نص ساعة. في الصيف، في الشتاء ممكن تقعد لها ساعة. هنمسك العجينة بتاعتنا، بصوا هي خمرت، هنقطعها بقى القطع اللي احنا عاوزينها بالحجم اللي انتوا عاوزينه. انا عملت حجم متوسط لرغيف العيش. رشة دقيق ونرص عليها العجين اللي احنا عملناه. اهم حاجة ان انتي تخلي بعد ما تقطعي العجين تغطيه وتسيبيه يرتاح شوية، عشان لما تيجي تفرديه من النشابة هيفرد معاكي. حتى لو فردتي بايدك هتفرد معاكي برضو كويس جدا. يعني كل ما العجينة ترتاح كل ما تديكي نتيجة كويسة في الفرد. كده حجم العيش اللي انا عملته، بصوا ده سمكه مش رفيع قوي ومش تخين قوي. شوفي انتي ممكن تعمليه رفيع جدا، اللي انتي حباه اعمليه. هنجيب طاسة تكون سخنة قوي وننزل عليها برغيف العيش. ولما تحطي العيش خلي النار عالية برضو، ما توطيش النار عشان العيش ما بيحبش النار الهادية. واهم حاجة كمان ان انتي لما تنزلي بالرغيف تشمعيه على الناحيتين، تفضلي تقلبي فيه على طول، علشان لو نفخ وهو على جنب واحد بيفرقع. فانتي على الناحيتين اقعدي كل شوية قلبي علشان ما يفرقعش معاكي. بص اهو رايح ينفخ اهو ازاي. انا سبتلكوا اللقطة دي كاملة، مرضتش ان انا اقص منها اي حاجة في مرحلة السوا، علشان تشوفوا هو بياخد وقت قد ايه وازاي تقلبيه والكلام ده. بصوا حلو ازاي. خلوه بقى ياخد اللون اللي انتوا عايزينه، يعني اول كده ما ياخد معاكي لون ذهبي حلو وشيليه على طول. بصوا كده خد لون حلو ازاي. طعمه جميل وسهل ومش هياخد معاكي اي وقت. ننزل بقى بالكمية كلها ونقعد نسويها مرة واحدة. كده انا خلصت الكمية كلها. بصوا بيتفتح ازاي. اعملي بقى سندوتشات اللي انتي عاوزاه تغمزي بيه، تحفة ولازم تجربوه. متنسوش تعملوا لي اشتراك.